ازيكم؟ لو انت متابعني ومتابع سلسلة الفيديوهات عن التأشيرات اللي انا بنزلها في خلال الفترة اللي فاتت، فاكيد هتبقى عارف ان انا نزلت سلسلة فيديوهات كاملة عن فيزا امريكا وتحديدا انا اتكلمت عن فيزا امريكا السياحية البي 1 والبي 2 اللي هي بتخص السياحة، واتكلمت عن ازاي تقدم بنفسك خطوة بخطوة بدون ما تحتاج لاي مساعدة من اي حد، وازاي تجهز نفسك للمقابلة. والحقيقة انبهرت بشكل كبير جدا من كمية الناس اللي قدمت واتقبلت بفضل الله بعد ما مشوا على الخطوات اللي انا قلتها في الفيديوهات بالظبط زي ما انا كنت شارح. وخلال المدة اللي فاتت كان بيجيلي مسجات ورسائل كتير جدا، سواء كان على الانستجرام او على بيج الفيسبوك، وكان في استفسارات كتيرة بخصوص التقديم. فانا عشان كده قررت ان انا اجمع كل الاسئلة دي في فيديو واحد، وهحاول ان انا انظم الفيديو ده بحيث ان انا اجاوب على كل الاسئلة دي بالترتيب. فهرتبهم بداية من الاسئلة اللي تخص حجز الميعاد، وفي فيديو تاني هعمله هيكون فيه كل الاسئلة اللي انا سألتها بخصوص الدي اس 160، ومعاه هيكون برضو اسئلة ليها علاقة بالمقابلة. فانا قررت ان انا اقسمهم على فيديوهات عشان نخلي وقت الفيديو قصير الى حد ما. بس لو انت اول مرة تشوفني فانا حابب اعرفك بنفسي، انا انطون نسيم، وهدفي اني اعرفك ازاي تسافر لوحدك. فيلا بينا نبدأ الفيديو مع بعض. هنبدأ دلوقتي بالأسئلة اللي ليها علاقة بحجز الميعاد، وأول سؤال بيجي لي وده أشهرهم تقريبا، وهو إن بعد الحجز أنت ما بتعرفش إزاي تحجز الميعاد، أو ما بتعرفش تخش على أنهي صفحة بالظبط علشان خاطر تحجز الميعاد. طيب علشان أجاوب على السؤال ده خلينا متفقين إن بعد ما بتدفع الفلوس لازم تستنى لتاني يوم بعد الساعة 11 بالظبط، وساعتها هتقدر إن أنت تيجي تحجز الميعاد. طيب بتحجز الميعاد منين؟ بتدخل على الأكونت بتاعك بشكل عادي جدا، هتلاقي فيه ليست على الشمال مكتوب فيها كونتينيو او متابعه، وده بيكون على نفس الصفحه الرئيسيه اللي انت بتفتح بتلاقيها في وشك على طول. طيب بعد ما بتدوس على كونتينيو او متابعه بيبدا ان هو يفتح لك اسئله ممكن انت تكون جاوبت عليها قبل كده، بتجاوب عليها تاني بنفس الطريقه، وبعد ما بتجاوب بتلاقي فيه كلمه كونتينيو برضو بتبقى موجوده تحت، برضو بتفضل تدوس عليها لغايه لما بتوصل عند الصفحه اللي بيبقى عليها لوجو اس ال اس، وعارف ان دي نفس الصفحه اللي بتظهر لك قبل ما تحجز الميعاد. عادي مش مشكله، افضل كمل ودوس على كونتينيو مره تانية، وساعتها هيوصلك للصفحه اللي طلع لك عندها الريسيت اللي انت طبعته وخدته البنك السي اي بي المره اللي فاتت. بس المره دي هتلاقي في خانه اسمها ريسيت نمبر، المره دي هتلاقي ان رقم الريسيت موجود في الريسيت نمبر، فمعنى كده ان الدفع مسمع وتقدر ان انت تحجز الميعاد. بعديها هتنزل تحت وهتدوس على كونتينيو، وبعدها هيفتح لك صفحه حجز الميعاد، وهتلاقي كل المواعيد قدامك، تقدر ان انت تختار الميعاد اللي يناسبك بالوقت اللي يناسبك. وبرضه عشان تكون مجمع كل الكلام اللي انا بقوله لك ده، خليني اشرح لك شرح عملي على اللابتوب بشكل سريع لو لسه مش فاهم. دي كده البيج اللي بتظهر لنا اول لما احنا بنفتح الاكونت بتاعنا. زي ما انتم شايفين احنا هنا ما عندناش اي ابوينتمنت لسه عملنا له سكيدجولينج، او لسه ما حجزناش اي ميعاد حتى الان. طيب خلينا متفقين ان احنا بعد ما بندفع وبعد ما بنستنى تاني يوم بعد الساعة 11، في ناس بتبقى متخيلة ان هي هتفتح هتلاقي الميعاد في وشها. لا، ده مش بيحصل. اللي بيحصل ان احنا بنلاقي البيج دي كده قصادنا، هنيجي هنا عند كونتينيو، او لو اللغة عندك بالعربي هتبقى متابعة، وهنكمل من هنا هندوس على كونتينيو، وساعتها ممكن ينقلك على البيج دي، والبيج دي هيجيب لك نفس الاسئلة اللي انت كنت جاوبت عليها قبل كده، وهنا هو بيقول لك على نوع الفيزا اللي انت عايزها. ساعتها انت كل اللي انت هتعمله ان انت هتفضل تدوس على كونتينيو او متابعة من هنا. نفضل ندوس على كونتينيو، بعدها هيخلينا نختار برضو نوع الفيزا، اذا كان هو مثلا بي 1 ولا بي 1 بي 2 او بي 2. طبعا انت لو مسافر سياحة فانت بتختار بي 2، وبعدها بتنزل لتحت وبتدوس برضو كونتينيو. بعدها بتظهر لك نفس البيج دي، ودي البيج اللي انت كنت دخلت فيها بياناتك قبل كده. برضو عادي جدا هتدوس على كونتينيو، برضو نفس الكلام هتدوس على كونتينيو، هينقلك بعدها على نفس الأسئلة اللي برضو كنا جاوبنا عليها قبل كده، وهتجاوب برضو بنفس الطريقة. وكل الأسئلة دي أنا كنت شرحتها في الفيديو بتاع حجز الميعاد اللي هو كان الفيديو التالت. طيب هو هنا بيقولك هل كل المتقدمين للطلب أو المتقدمين للتأشيرة هم مواطنين مصريين أو عندهم إقامة رسمية في مصر، فبالتالي بتدوس على يس، وبينقلك بعدها على السؤال ده اللي هو بيقولك هل كل المتقدمين أو كل الابليكانتس موجودين حاليا في مصر، فانت بتدوس برضو على يس لو انت بتقدم من مصر. برضو بيرجع يسألك تاني لو كل الابليكانتس او لو كل المتقدمين للطلب على التأشيرة مولودين في اي بلد من البلاد دي، زي كوبا او سوريا او كوريا الشمالية او ايران، فبالتالي بنختار نو ان مفيش اي حد اتولد في البلاد دي. بعدها بيسألك لو كل المتقدمين للطلب تحت سن ال 14، فلو هم مش تحت سن ال 14 او لو هم فوق سن ال 14 فاحنا بنختار نو. بعدها هنا بيقولك لو كل المتقدمين او لو كل الابليكانتس تحت سن ال 80، فلو انت واللي معاك بتقدموا تحت سن ال 80 فانتوا بتختاروا نو. بعدها هنا بيسألك لو انت او اي حد من اللي معاك كان معاه فيزا بي 1 بي 2 او لو معاه فيزا سياحة
قبل كده وما كانش عدى على انتهاء الصلاحية بتاعتها 48 شهر. فلو اي حد كان معاه فيزا قبل كده فبيختار يس. لو انت او اي حد من الديبندنس او لو اي حد من المرافقين ما كانش عنده فيزا بي 1 بي 2 او فيزا سياحة قبل كده فبتختار نو. لو دي اول فيزا بتعملها في حياتك فهنا بتختار نو لان انت هنا مش بتجدد. بعدها هنا بيسألك لو المتقدم للطلب او الابليكانت هو بيقدم او قدم قبل كده على فيزا H2، ودي فيزا خاصة بالعمال. فلو انت ما قدمتش على H2 قبل كده او مش بتقدم على H2 فبتختار نو. بعدها هنا بيسألك لو انت او اي حد معاك كان قدم قبل كده على اي نوع فيزا تاني غير البي، سواء بي 1 او بي 2. فلو انت ما قدمتش قبل كده على اي نوع من التأشيرات دي، وخلي بالك تأشيرات أمريكا كلها بتبقى بالألفابيتيكال letters، يعني مثلا عندك زي السي والدي والإف لغاية الآر. فلو أنت ما قدمتش قبل كده على أي نوع من الفيزا دي أو مش بتقدم على أي نوع من الفيزا دي فبتختار نو. بعدها بيظهر لك البيج دي الخاصة ب SLS، ودي نفس البيج اللي ظهرت لك قبل كده وانت بتطلع الريسيت اللي انت بتروح بيه البنك. عادي جدا ان هي تطلع لك، ما فيهاش اي مشكلة ابدا. بتيجي هنا بتعمل تك عند الياس هنا وبتختار كونتينيو. وهنا طبعا عشان انا ما دفعتش او عشان انا بس بعمل ديمو او مجرد فيديو تجريبي وبوريك ازاي بنحجز الميعاد او ازاي بنروح على البيج بتاعه الميعاد، فانا ظهر لي المسج دي مره تانية. دي انا مش محتاجها. هي الفكره كلها ان انت اول لما بتدفع بتلاقي عند الريسيت نمبر ده، بتلاقي رقم الريسيت اللي معاك او اللي انت خدته في الوصل مسمع هنا عند الريسيت نمبر. طبعا انت بعد ما بتدفع في البنك بتلاقي ان رقم الريسيت بتاعك هو اوريدي سمع في الخانه دي. بتلاقي ان الخانه دي اساسا بقى فيها ارقام وبقى مش متاح ان انت بتعدل فيها. طبعا احنا هنا عشان احنا كنا كاتبين applicants، طبعا احنا هنا عشان كنا كاتبين بيانات لشخصين قبل كده فهنا موجود اتنين. لكن لو انت واحد لوحدك هتلاقي ان هنا في خانة واحدة بس. فانت بمجرد ان انت بتدوس على كونتينيو هنا بعدها بينقلك على البيج بتاعة حجز الميعاد، واللي بيكون شكلها كده بالظبط. وده بيبقى شكل البيج اللي بتطلع لك لما بتيجي تحجز ميعاد. بتلاقي مواعيد في الشهور اللي قدامك دي كده بالظبط. تقدر ان انت تختار اليوم، وبمجرد ان انت تختار اليوم بتلاقي قصادك في مواعيد او في سلوت للمواعيد بتقدر ان انت تختار ما بينها. بتلاقي مثلا مواعيد زي الساعة 7 او الساعة 8 ونص، او لو انت مثلا رحت ليوم بعيد هتلاقي فيه مواعيد اكتر او مواعيد اقل. بتلاقي مثلا ميعاد الساعة 7 او ميعاد تاني الساعة 7 ونص. بتقدر ان انت تختار الميعاد بتاعك، وبعد ما بتختار الميعاد وبتعمل schedule appointment من هنا بتظهر لك على طول الصفحة دي. والصفحة دي بتبقى الابوينتمنت confirmation، وكده بيقول لك ان انت خلاص تم حجز الميعاد بتاعك. وبالتالي انت بتطبع الابوينتمنت confirmation من البرنتبل فيرجن من هنا. بتيجي عند التاب دي وبتدوس عليها بتفتح معاك الصفحة دي وبتقدر ان انت تعمل داونلود من هنا. وبكده تكون حجزت الميعاد وطبعت ورقة حجز الميعاد معاها. طيب تاني سؤال من الأسئلة برضو المهمة اللي بتجيلي، إن بعد ما أنت بتحجز الميعاد والمسج دي بتقولك إن دلوقتي مفيش مواعيد للحجز حاليا، فهل دي مشكلة ولا لأ؟ بص عادي ما تقلقش، ده بيحصل كل فترة وبتلاقي إن المواعيد خلصت فبتلاقي إن مفيش مواعيد للحجز حاليا. ساعتها كل اللي عليك إن أنت تفضل متابع الموقع كل يوم أو كل يومين مثلا، وهتلاقي إن المواعيد فتحت لك. وما تقلقش دي مش حالة فردية، مش بتحصل لك أنت بس، لأ خليني أقول لك إن دي بتحصل لكل الناس اللي داخلين يحجزوا في نفس الوقت اللي انت داخل تحجز فيه برضه. وده بيحصل لما كل المواعيد اللي السفاره بتكون فاتحاها بتكون خلصت، فبيحددوا مواعيد جديده علشان خاطر يفتحوا فيها الحجز. فزي ما قلت لك لازم تتابع الموقع بشكل يومي لغايه لما تلاقي المواعيد فتحت من تاني، وساعتها تقدر ان انت تحجز بكل سهوله. طيب في سؤال تاني برضه كان بيجي لي وده مهم جدا بس قليل قوي لما بيجي لي، وهو ان في ناس لما تيجي تسجل على موقع US Travel Docs عشان خاطر يحجزوا الميعاد، بعد ما بيعملوا البروفايل بتاعهم وبيكتبوا رقم الباسبور بتاعهم ما بينقلهمش على الخطوه اللي بعد كده، وبيجي لهم ان في اكونت تاني او حساب تاني بنفس البيانات دي موجود، وبالتالي الاكونت ما بيتعملش. طيب خليني اقول لك ان المشكله دي بتحصل لما الشخص اللي بيحاول ان هو يسجل على موقع US Travel Docs بيكون قبل كده اساسا مسجل وبيبقى ليه اكونت قبل كده، سواء بقى كان ناسيه او حد تاني عامله له، والاكونتين دول بيبقى الشخص مسجل عليهم بنفس رقم الباسبور. فبالتالي لما بيجي يسجل ويعمل حساب الحساب ما بيتعملش او بيطلع له ان ليه حساب قديم قبل كده. طيب ده ممكن يكون حله ايه؟ بكل بساطه ده حله ان هو هيطلب منك ان انت ترفع صوره الباسبور بتاعك، فبالتالي هتصور الباسبور بتاعك صوره واضحه وهترفعه على الموقع، وبعدها هتستنى من يوم ليومين تقريبا وهتلاقي ان الاكونت اتفتح معاك، وساعتها تقدر ان انت تكمل باقي الخطوات وتوصل لحجز الميعاد بتاعك عادي جدا ما
فيهاش اي مشكله خالص. فالمعلومه اللي انا عايزك تطلع بيها هي ان ما ينفعش حسابين او اكونتين يكون متسجل عليهم نفس رقم الباسبور. طيب نروح بعدها لرابع سؤال بيجي لي، وهو هل ينفع ان احنا نغير رقم ابلكيشن الدي اس 160 اكتر من مره؟ بمعنى لو انا خلصت الابلكيشن بتاعي وخلاص دفعت وحجزت الميعاد بتاعي، وبعدها بحاجه بسيطه مثلا او بفتره اكتشفت ان في غلطه في الدي اس بتاعي وحبيت ان انا اعدله، فايه اللي هيحصل لو انا عملت ابلكيشن جديد وده طبيعي ان يبقى ليه رقم مختلف عن الرقم القديم؟ فبالتالي هل ينفع ان انت تغيره على موقع يو اس ترافل دوكس ولا مش هينفع، وهيطلب منك ان انت تدفع من اول وجديد وتحجز ميعاد تاني، او بمعنى اصح تغير الميعاد القديم بتاعك؟ طيب خليني اجاوبك واقول لك ان انت تقدر تعمل اكتر من ابلكيشن دي اس 160 براحتك. ان شاء الله تعمل 100، ان شاء الله تعمل 100,000، صدقني مش مهم، وتقدر تغير براحتك زي ما انت عايز. وساعتها تقدر تاخد رقم ابلكيشن دي اس 160 الجديد وتغير القديم، وتقدر ان انت بعدها تطبع ورقه حجز الميعاد اللي هتكون برقم الدي اس 160 الجديد. طيب في ناس بتسال ازاي اساسا نقدر ان احنا نغير رقم الابلكيشن القديم بالرقم الجديد بعد ما حجزوا الميعاد وخلاص طبعوا الابوينتمنت كونفirmation او ورقه حجز الميعاد؟ فازاي ده بيتم؟ بكل بساطه هتدخل على يو اس ترافل دوكس، هتلاقي فيه كلمه ابديت بروفايل في الليست اللي على الشمال برضو، هتدخل على ابديت بروفايل، وفي البروفايل بتاعك هتلاقي فيه خانه كده للدي اس 160. ساعتها هتاخد رقم الابلكيشن الجديد وتبدل القديم بيه. شفت بسيطه ازاي؟ وعلشان برضو مش هسيبك ان انت تكتشف بنفسك، او لو انت مش فاهم الكلام بيتم ازاي، فخليني اوريلك برضو شرح عملي على اللابتوب ازاي بنغير الدي اس القديم بالدي اس الجديد. طيب علشان تغير رقم ابلكيشن ال DS160 القديم بالرقم الجديد او بالكود الجديد، كل اللي هتعمله ان انت بعد ما تدخل على الاكونت بتاعك هتدخل على update profile من هنا، وهيفتح معاك البروفايل بتاعك. كل اللي هتعمله ان انت هتنزل عند DS160 confirmation number، هتاخد الرقم القديم ده وهتبدله بالرقم الجديد. انا كده بدلت الرقم القديم بالرقم الجديد، واللي زي ما انتوا شايفين اخره XP. كل اللي انا هعمله بعد كده ان انا هنزل لتحت وادوس على سيف. بعد ما تعمل سيف بتبقى خلاص بدلت رقم الدي اس القديم بالرقم الجديد. ولو دخلت على ابديت بروفايل مره تانية هتقدر ان انت تلاقي ان رقم الدي اس الجديد اللي هو اخره XP زي ما احنا اتفقنا موجود. طيب بعديه بيجي سؤال تاني مهم، وهو لو انت مش مقدم لوحدك، لو انت معاك ديبندنس او لو انت معاك مرافقين تانيين هيعملوا معاك الانترفيو، وبالتالي انت عايز تغير لهم الدي اس 160، فازاي الموضوع ده بيتم؟ لان للاسف انت مش هتلاقي ابديت بروفايل للمرافقين او للديبندنس، فبالتالي ده بيبقى حلها مختلف، وبيبقى يعني الى حد ما بياخد وقت لكنه سهل جدا صدقني. والحل هنا هو ان انت تبعت ايميل للسفاره نفسها، وايميل السفاره زي ما انا هكون كاتبه لك هنا وهسيبه لك برده في الديسكربشن بوكس او في صندوق الوصف، فهو support-egypt@ustraveldocs.com. فتقدر ان انت تبعت لهم ان انت طالب تغير الدي اس 160 او رقم الابلكيشن لحد من الديبندنس بتوعك، وساعتها هتكتب لهم رقم الابلكيشن القديم وهتكتب لهم رقم الابلكيشن اللي انت حابب ان انت تغير القديم بيه. وبعد ما تبعت الايميل هتستنى من يوم ليومين بالكتير، وما تقلقش السفاره بتبقى مستجيبه جدا وفعلا بيغيروه في وقتها، والموضوع كله بيتم بسرعه. لكن خلي بالك ان الايميل ده خاص بالسفاره اللي في مصر. لو انت بتتفرج عليا من اي دولة تانية، من اي دولة عربية زي مثلا المغرب، الجزائر، ايا كانت الدولة هي ايه، فهوري لك الطريقة اللي انت بيها تقدر تجيب الايميل اللي من خلاله تقدر تتواصل مع السفارة الامريكية في بلدك. والطريقة دي هي ان انت تدخل على موقع يو اس ترافل دوكس الخاص بالبلد بتاعتك او البلد اللي انت مقيم فيها، وهتلاقي في البار من فوق هتلاقي فيه كلمة contact us او تواصل معنا، ولما بتدخل عليه بتقدر ان انت تلاقي الايميل اللي من خلاله تقدر تتواصل مع السفاره في بلدك. طيب برضو خليني افرجك ازاي بنقدر احنا نوصل على الايميل ده لو انت لسه برضو مش فاهم قوي. طيب اول حاجه بنعملها هو ان احنا بندخل على موقع ustraveldocs.com، وهنا بنلاقي ليست بكل الحروف الخاصه بالبلاد اللي احنا ممكن نقدم منها. زي مثلا لو احنا بنقدم من مصر فبنختار ايجيبت اللي هي اي، وبنختار ايجيبت من هنا. ساعتها بتفتح لنا الصفحه دي، والصفحة دي بنختار من البار اللي من فوق ده اللي هو contact us أو تواصل معنا. بعدين هنا بيجيب لك كل الطرق اللي انت ممكن تتواصل بيها مع السفارة، وأهم طريقة هي عن طريق الإيميل، وبالتالي بنقدر إن احنا نلاقي الإيميل الخاص بالسفارة من هنا. كمان بيبقى عندك رقم تليفون للسفارة اللي هو 02-353-11-64. الرقم ده برضو تقدر تكلم السفارة من عليه، وهما بيكونوا مستجيبين ومتعاونين جدا. طيب ده الإيميل اللي انت هتكون بتتواصل بيه مع السفارة بخصوص أي تعديل خاص بالدي اس 160 الخاص بالديبندنس او المرافقين بتوعك. برضو في طريقه كمان وهي اللايف تشات، ودي من خلالها تقدر ان انت تتشات
شات مع واحد من ممثلي خدمة العملاء الخاص بالسفارة، وتقدر توضح له استفسارك وهو هيكون برضو بيساعدك. طيب دي الطريقة الخاصة بمصر. طب انا مثلا لو انا في المغرب او لو انا في السعودية مثلا وحابب ان انا الاقي طريقة اتواصل بيها مع السفارة، فبكل بساطة باجي هنا مثلا بختار اسم السعودية مثلا، واجي اختار سعودي ارابيا من هنا، برضو هلاقي كونتاكت اس من هنا، وبالتالي لما انزل هلاقي نفس الايميل اللي انا اقدر اتواصل من خلاله مع السفارة في السعودية، اللي هو support-saudiarabia@ustraveldocs.com. برضو خلينا ناخد مثال اخير. لو انا مثلا في المغرب باجي هنا في البوردة واختار ام اللي هو موروكو، واجي اختار موروكو من هنا، برضو هلاقي كونتاكت اس. اول لما اضغط عليها هقدر ان انا انزل لتحت، وهنا هلاقي الايميل اللي انا اقدر ابعت عليه. برضو في الصورة دي خليني اوضح لك ان هنا هو بيشرح لك طريقة ارسال الايميل. يعني المفروض ان انت بتبعت الايميل ازاي. اولا في السبجكت المفروض ان انت تكتب رقم الباسبور بتاعك، وبعديها هنا في البادي انت المفروض ان انت بتكتب الاستفسار الخاص بيك لو انت مثلا بتستفسر عن حاجه معينه، او لو انت حابب ان انت تبدل رقم الدي اس الخاص بالباسبور ده على موقع يو اس ترافل دوكس برقم تاني، فانت بتشرح الموضوع ده هنا، بتكتب رقم الدي اس الجديد اللي انت حابب ان انت تغيره لصاحب الباسبور ده. وبكده اكون وريت لك ازاي تتواصل مع السفارة عن طريق يا اما الايميل او عن طريق رقم التليفون كمان. طيب ده بياخدنا للسؤال اللي بعده، وهو ازاي اساسا بتقدر ان انت تطبع الابوينتمنت كونفirmation او ورقه حجز الميعاد بتاعك بعد ما بتغير رقم الدي اس للرقم الجديد اللي انت عايزه. وانا قررت ان انا هجاوبك على السؤال ده بشكل عملي على اللابتوب. طيب علشان تطبع ورقة حجز الميعاد بتاعك مرة تانية، كل اللي انت هتعمله ان انت هتيجي عند appointment confirmation وهتكليك عليها، وبكل بساطة هتيجي عند printable version وهتقدر ان انت تطبعها عادي جدا. للأسف على قد ما الخطوة دي سهلة جدا، على قد ما في ناس كتيرة فعلا بتسأل عليها وفعلا ما بتعرفش بتطبعها ازاي. زي ما انا قلت لك، انت كل اللي انت تعمله ان انت تخش على الاكونت بتاعك وهتيجي عند appointment confirmation من هنا، وساعتها هتفتح معاك ورقة حجز الميعاد، وساعتها تقدر ان انت تطبعها من هنا. في سؤال كمان بيجي وده سؤال مشهور قوي ويعتبر اكتر سؤال انا اتسألته خلال الفترة اللي فاتت، وده بسبب تغيير موقع السفارة اللي تم اكتر من مرة خلال الفترة اللي فاتت، وهو ان في الدي اس 160 بتاعك او في الابليكيشن بتاعك بتبقى انت كاتب ان انت ناوي ان انت تزور امريكا في وقت معين، او خطة السفر بتاعتك بتبقى مكتوبة في تاريخ معين، وبتلاقي ان انت بعد ما بتحجز الميعاد او بعد ما الميعاد ده اتغير بتلاقي ان الميعاد ده بعد الميعاد اللي انت كاتبه في الدي اس 160 الاولاني. وعلى سبيل المثال انت كاتب مثلا في الابليكيشن بتاعك ان انت ناوي ان انت تسافر يوم 1/6، وبعد ما انت حجزت الميعاد لقيت ان اقرب ميعاد متاح هو في شهر 7، فهل بالتالي محتاج ان انت تغير الابليكيشن القديم بتاعك لابليكيشن تاني عشان تكون كاتب فيه تواريخ تانية او تواريخ بعد الميعاد اللي انت حاجزه، ولا لا؟ ولا عادي يا عم دوني تعدي والدنيا تمشي وخلاص ومش لازم ان احنا يعني نتعب نفسنا وكده يعني؟ طيب خليني اقول لك ليه تعمل كده. يعني ليه تكسل وتريح دماغك وانت واحد اساسا بتجتهد كل الاجتهاد ده علشان خاطر تتقبل وتسافر؟ يعني اتعب شويه يا اخي، يعني اتعب تاخد حاجه نظيفه في الاخر. فنصيحتي ليك ان انت ما تكسلش، ولا غير الابلكيشن لابلكيشن جديد بحيث ان كل حاجه تكون مظبوطه قدام الموظف اللي هيشوف الابلكيشن بتاعك. لان زي ما انا قلت لك قبل كده السفاره دي منظمه جدا، فخليك انت كمان برضو منظم وبلاش استسهال. وفي النهايه حابب ان انا اشكر كل الناس اللي بعتولي على انستجرام او بيج الفيسبوك بيسالوني على اسئله، او حتى بيبلغوني ان هم اتقابلوا بفضل الله بعد ما مشوا على كل الخطوات اللي انا كنت شارحها في الفيديوهات اللي فاتت. وبالمناسبه الفيديوهات دي كلها هسيبها لكم في الديسكربشن بوكس او في صندوق الوصف. وفي النهايه حابب ان انا اقول لكم مفاجاه حلوه جدا، وهي ان انا اتقبلت في فيزا كندا، وبالتالي هعمل سلسله كامله عن فيزا كندا وازاي تقدم وايه هي كل الحاجات اللي انت محتاجها عشان تقدم وتضمن ان انت باذن الله تتقبل. وفعلا فيزا كندا كانت بالنسبه لي كمان اسهل من فيزا امريكا، لانها لا بتحتاج انترفيو ولا بتحتاج اي حاجه خالص، كل الموضوع بيتم اونلاين. وهتكلم على كميه معلومات تقريبا مفيش حد غيري يتكلم عنها، وهوري لك ازاي تقدم خطوه بخطوه بالتفصيل زي ما انتوا بتشوفوا على طول في الفيديوهات بتاعتي. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو مع اي حد يكون محتاج يعرف اجابات على كل الاسئله اللي عنده بخصوص حجز الميعاد، او حتى يكون محتاج يعرف ازاي يقدم على فيزا امريكا بالتفصيل. واكتبوا لي في الكومنتس لو الفيديو ده عجبكم، علشان انا بخطط ان انا اعمل سلسله فيديوهات عن الاسئله اللي بتجيلي عن فيزا امريكا ليها علاقه بحاجات تانية كتير. فلو الفيديو عجبك اعمل سبسكرايب للشانل، وما تنساش تشوف الفيديوهات اللي جايه واللي هيكون فيها معلومات كتير جدا عن السفر وعن ازاي تسافر لوحدك. سلام.